التسدي والله العظيم بيجيب نتيجة. التسدي ده كبر محيط الصدر عند الرجالة أو الشباب المراهقين، ما بيتعالجش بالكريمات أو بالتمرينات بس أو بيتعالج بالدايت. التسدي ده بيبقى فيه مشكلة في طبقة الدهون، وبعض الناس عندها مشكلة هرمونية. على حسب الحالة بنبدأ نحدد طريقة العلاج. طب ينفع في الجلسات؟ ينفع الجلسات في المرحلة الأولى للمرحلة الرابعة. طيب وبعد كده بنلجأ للجراحات. طيب من المرحلة الأولى للرابعة بنيجي نشتغل، بنتأكد إن الهرمونات بتاعتنا يعني مظبوطه ما فيهاش خلل. ده رقم واحد. رقم اتنين، الجلسات اللي بتنفع ايه؟ بينفع كل حاجه معاه وبيجيب نتائج من اول اسبوع وتاني اسبوع كمان. طيب بيرجع تاني؟ لا، مش عشان انا اللي بقول ده، بس عشان الكرانيال باليسيس هو لما بيشتغل على الصدر بيقلل الدهون بنسبه 25% وما بيرجعش تاني، مش عشان ده رايي الشخصي. فدي حاجه مهمه جدا ان انتوا تبقوا عارفينها. طيب بنبدا نشد. في ناس ما بتجيبش نتيجه، في ناس ما بتجيبش نتيجه. نسبه موجوده من 2 ل 5% تقريبا ما بيجيبوش نتائج، وده اللي نقدر نعرفه بقى خلال شهر من العلاج تقريبا. وفي ناس تانية بتجيب نتيجه من اول اسبوع وعادي خالص. المهم جدا ان انتوا تبقوا فاهمين ان احنا لما بنيجي نشتغل على الصدر بنشتغل على مقدمه الصدر وبنشتغل على المحيط الجانبي للصدر اللي هو التاني اللي هو المنطقه دي يعني. تمام. فمهم جدا ان احنا نفهم ان في ترتيب بين الجلسات بنعمل بيها الجلسات عشان نقدر نجيب نتيجه. طيب هل الدايت مؤثر؟ على حسب، في زياده عامه في الوزن او مفيش زياده عامه في الوزن. ينفع اخد ادويه؟ لا، مفيش دواء للصدر بخصوص ان هو يخس بيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويعملوا شير لاصحابكم.